احتضن فندق قروز ببشار فعاليات الدورة التكوينية التوعوية وكذا التحسيسية حول التطعيم من تنظيم مديرية الشؤون الدينية بالتنسيق مع مكتب اليونيسف بالجزائر وبحضور أئمة ومرشدات من مختلف ولايات الجنوب الغربي. هذه الدورة التكوينية موضوعها التوعية والتحسيس حول التطعيم، ويشارك فيها أئمة أفاضل ومرشدات دينيات فضليات من 5 ولايات، هي ولاية بشار، ولاية بني عباس، ولاية تندوف، ولاية البيض، وولاية النعمة. ولا يخفى على كريم علمكم أن وزارة الشؤون الدينية والأوقاف تبوأت الريادة وحازت قصب السبق في التوعية والتحسيس من مختلف المخاطر الصحية الكبرى، خاصة الأمراض المزمنة مثل مرض السرطان، خاصة سرطان الثدي، مرض السكري. وهذا الموضوع أيضا موضوع التوعية والتحسيس حول التطعيم، أي تطعيم الأطفال. كانت أسرة المساج سباقة في ذلك توعية وتحسيسا. ولكن الإمام على المنبر طبعا هو له إمكانية الوصول إلى جمهور عريض، ولكن له دور بالموازاة ودور اجتماعي. أنا أركز كثيرا على فكرة الاتصال الجواري، الاتصال المباشر مع المجتمع. فالإمام والمرشدة لهم قبول لدى المجتمع الجزائري، ولهم هذه القدرة على تغيير تصرفات أو المساهمة في تغيير تصرفات. محمد شريف مقران، مستشار لدى مكتب اليونيسف في الجزائر. بارك الله فيك، شكرا. الخطاب المسجدي لطالما لعب دورا بارزا في توعية المواطن لا سيما من الأمراض المعدية والوقاية منها. السبب ولا لهذا الغرض استدعينا الإخوة الأئمة والمرشدات بأنهم بفضلهم أي حملة نشاركهم فيها إلا وتعطي الثمار تاعها، تسمى يكون الإقبال تاع الناس، تكون التوعية تاع الناس، وحتى في الإحصائيات في الأمراض ولا في الكوفرتور فاكسينال النسبة اللقاحات نعرفوا بلي خاصها تفوت 95%. فيكما نتعاملوا مع المؤسسة اللي هي مديرية الشؤون الدينية والأوقاف إلا يعطوا إطلاق. وتعلمون بأن الدور الذي يقوم به الإمام هو دور حساس وذو أهمية في المجتمع، وخاصة مما مر ربما لنا تجارب في هذه من باب الدعاوي، من باب الصحة العامة، وما قام به الإمام وما قامت به المساجد إبان الحقبة المرضية ألا وهي وباء كورونا، حيث وجدنا أن الدور كبير قدمه الأئمة من خلال التوعية الحساسة في المساجد وفي المرافق العامة وفي المؤسسات التي دعيت إليها، من خلال تحفيز الناس على الحماية واتباع التعاليم الضرورية من أجل الوقاية والصحة العامة. هذا الدور تاع المرشده هو دور كبير في التوعيه، وخاصه كانت عندنا حملات من قبل في هذا الميدان. في عده امراض شاركنا مع منظمه اليونيسف في حملات من قبل، وكان عندنا تنسيق مع المستشفيات وهذا في هذا الباب. كانت عندنا دور معناها جمعنا جميع المرشدات في المساجد، قمنا بحمله توعويه بالنسبه للمرشدات. من بعد تفرقوا هذوك المرشدات تفرقوا بالنسبة للمساجد كاملة، وكانت عندنا نتائج رائعة. إن عملية التحسيس تقي الشخص من بلوغ العديد من الأمراض المستقبلية، ولعل الإمام يبقى الدور المحوري في التحسيس والتوعية.